السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات في القناة. عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه مون بوجون باي ايو كيوتد كيوتدين. التطبيق ده مساحته 11 ميجا، محمله اكتر من 100,000 شخص. التطبيق ده هو عبارة عن أداة رقمية للتواصل بين ولي الأمر اللي هم الأب والأم ومربيات الأطفال. يعني لو في اباء وامهات جايبين لابنهم جالسة اطفال مودين ابنهم او بنتهم عند حد من مربيات الاطفال، الوقت مثلا اللي هم بيكونوا فيه في العمل او الوقت اللي هم بيكونوا مش مشغولين فيه، فالتطبيق ده هيساعدهم ازاي؟ هيساعدهم من خلال التطبيق ده يقدروا يتواصلوا مع مربية الاطفال، ومربية الاطفال تقدر تتواصل مع الام والاب. يقدروا يحددوا ساعات العمل اللي هيشتغلوا عليها او هتشتغل مربية الاطفال مع الاطفال اولادهم. تقدر مربية الأطفال تعرف الراتب بتاعها، تقدر تحدد ساعات العمل بتاعتها، ولو في ساعات عمل إضافية بتتحاسب عليها وتعرف حسابها هيكون قد ايه. يعني الاب والام مثلا بيجيبوا عيالهم مثلا مع مربية الاطفال كل يوم مثلا 5 ساعات، في حاله يوم مثلا بيتاخروا والمربيه بتشيل الوقت الزياده، مثلا تقعد مثلا معاهم 6 ساعات 7 ساعات، فده بيكون ليه حساب تاني. بتقدر برضو مربية الاطفال تعرف الايام الاجازات بتاعتها الرسميه اللي موجوده في الدوله. طبعا التطبيق ده تطبيق اوروبي موجود في دوله فرنسا. مشكلة التطبيق ده ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة طبعا ان هو التطبيق بتدفع عليه او تدفع ليه مربية الاطفال فلوس دي بعيدا عن الرسوم بتاعة التطبيق. بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الفرنسية ومفهوش لغة عربية ولا اي لغة تانية. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين رسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو شفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق بعد نزوله بفتره طويله واكتشف فيه حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات، واحنا دايما بنثبت التعليقات سواء الايجابيه او السلبيه. اما لو انت دخلت على القناه ولقيت الفيديو موجود بقاله فتره طويله وخايف ان انت تحمله ليكون في حاجات ما تعجبكش، فانت ممكن تكتب لي في تعليقات الفيديو او تراسلني على الفيس او على ماسنجر على الاكونت باسمه راجع برامج، وتقول لي اشرح لي التطبيق ده مره كمان، وانزل لك شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك وازاي بتلغي الاشتراك. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان في بعض الناس بتخش على الفيديوهات الموجوده على القناه بقالها فتره طويله وتشوف الفيديو وبعد كده تحمل التطبيق، وبعد ما تحمل التطبيق تكتشف فيه حاجات مختلفه. تيجي تقول لك انت ليه مش قايل على كل الحاجات اللي موجوده في التطبيق؟ ليه مش قايل كل الحاجات الايجابيه؟ ليه مش قايل كل الحاجات السلبيه؟ ده ببساطه لان وقت شرح التطبيق ما كانتش الحاجات دي موجوده. اما لو انت شاهدت الفيديو حملت التطبيق بعد نزوله بيوم بيومين باسبوع بشهر، هتلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها في التطبيق هي اللي موجوده في التطبيق بالظبط. وشكرا، سلام عليكم.